بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم في فيديو جديد ويوم جديد. لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد أنا بعمله. وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بألف خير وصحة ويملى بيوتكم كده بالخير والبركة يا رب. النهاردة بقى جايه لكم كده بروتين، هو بسيط بس هقول لكم عملت فيه ايه. انا قمت كده، هو طبعا الحمد لله البيت نضيف مفيهوش اي حاجه، بس انا من يعني بعيدا عن الكاميرا، عشان كنت عامله معاكم روتين قبل كده في الاوضه اللي هي الكبيره اللي احنا بنقعد فيها. قمت غيرت الملايات، شلت الملايات والحاجات اللي على الركنه، حطيت حاجات تانية نضيفه. دول دورتين غسيل طلعتهم كده من الغساله، وهويت كمان البطاطين بتاعت اخواتي. طلعت الدورتين دول من الغساله، كنت يعني الدفايه دي اللي هي البني اللي انا دي غسلتها، وكنت حاطه معاهم حاجات بسيطه كده ابيض، وكان عندي دورة كمان غامق كنت غسلاها ومخليها برضه على جنب من بالليل. قمت بقى كان الهوا بصوا الدنيا كده ايه، يعني هما هينشفوا في يعني مش هياخدوا وقت، بس انا بستنى شوية على الغسيل برضو في البلكونة عشان اتأكد ان هو نشف. نشرتهم بقى كده وهروح نشوفه. هنعمل ايه النهاردة؟ مش هعمل غدا معاكم، بس هحضر العشاء بس هو اللي معاكم. نشرت بقى كده الغسيل. بقلب برضو الغسيل الاول على ظهره، يعني انا بكون غسلاه في الاوتوماتيك على وشه، وبعد كده بقلبه على ظهره وانا بنشره. هما ما كانوش كتير يعني. تمام. هنا بقى هدخل جوه. كان عندي بقى ايه دورة كده الغسيل الابيض اللي انا كنت شايلاه من على السرير، كانت الحاجات نضيفة، يعني الملاية اللي احنا حاطينها في اوضه النوم الحمرا دي، شوية كيس مخدات كنت فرشيهم. برضو رحت بقى ايه مشغلة كده عليهم الغسالة، نقعتهم الاول صراحة، انا شغلت الغسالة عليهم، وبعد كده بسيب الغسيل منقوع شوية في الغسالة الاوتوماتيك، بحط له كلور وبرسيل الجل والدوني، وبسيبه بقى كده ايه صراحة منقوع شوية، قلت لغاية لما بالليل ان شاء الله اطلعه ونشره. شغلت بقى كده الغسالة. بستخدم ساعات، يعني لما بتبقى الدنيا مزهزهة مش هضحك عليكم، لما الدنيا مزهزهة بنجيبه اللي هو بتاع الشركات، ولما بتبقى بقى ايه كده اهو خلاص احنا في اخر الشهر بجيب اللي هو السايب، عموما بيتباع في اي محلات منظفات. السفرة بقى كنت بصوا كده كانت متبهدلة، حطيت شوية دوني عليها كده، زودتهم شوية مية، وبدأت ان انا امسح الرخامة بتاعة الترابيزة، وفرشت عليها المفرش ده انا اللي كنت عاملاه لوالدتي، وحطيت كده الفازة بطبق الفاكهة. اول ما ربنا يكرمني ان شاء الله، وربنا كرمني عايزه اجيب لماما السفرة دي، اجيب لها الكراسي بتاعتها. مسحت بقى باب الشقة كده، ومسحت البرواز، وخليت الدنيا زي الفل. بدأت بقى ان انا اكنس كده الاول، اشفط الاتربة اللي موجودة في الارض على الحافظات. انا هتقولي لي انتي يعني مكفنة ليه الارض كده؟ صراحة اخواتي بيدخلوا بالجزم، وانا على بحاول على قد ما اقدر ان انا مبهدلش السجاد، مش عايزة كل شوية اغسله، وعايزة يعني على قد ما اقدر ان انا اخلي البيت كده نضيف ومفروش لغاية ان شاء الله بإذن الله، يعني لغاية حتى نص رمضان. وعايزة ان شاء الله لو ليا عمر على الدنيا افرش قبل رمضان، يعني اكون طالع عليا الوقفة بإذن الله لو ليا عمر على الدنيا، ويكون فرشة، لان انا فرحي هيبقى ليلة العيد، اللي هو صباحية العيد، فعايزة اكون يعني محافظة على البيت على قد ما اقدر. هنا بقى جبت كده حتة قماشة وحطيت عليها كبيت دوني في الارض كده وشوية كلور، بدأت ان انا امسح ما بين حوالين السجاد كده وتحت السفرة السيراميك اللي هو من الناحية اللي هو تحسي ان هو مفهوش سجاد عليه. بدأت ان انا المعه، كنت حاسة ان هو مطرب كده، بدأت ان انا المعه وفرشت الدواسات تاني نفضتها. حتى من ورا الكاميرا عملت السلم، يعني النهاردة كان فيه يوم شغل حلو قوي. عملت برضو الحافظة دي كده وشدتها وعدلتها. عدت على التلاجة برضو ما كنتش جايباها غير الحاجات اللي انا بعملها دي، في حاجات كتير بعملهاش معاكم في الكاميرا. كده بقى كان شكل السفرة بالحتة. دخلت بقى هنا كنا بالليل، دخلت كده عملت العشاء، كان عندي شوية كبدة، طلعتهم كده وشوحتهم على النار. ساعات بحب ان انا ادق الفلفل مع الثوم كده، وساعات بحب احط الثوم مصحصح
مصحح، يا دوبك بس ان انا اقطعه تقطيع صغير. والنهارده حطيت عليها بقى كده نص بصلايه صغيره برضو، شوحتها كده البصلايه. الكبده بالبصل برضو بتبقى حلوه قوي. اديتها بقى تقليبه كده على النار، وحطيت لها معلقه هريسه شطه وملح وكمون وفلفل اسود ورشه من الكزبره ورشه من الخل. اول ما يتشوحوا كده معايا ولونهم يتغير هنزل عليها بالفلفل. طبعا تقدري تقطعي الفلفل زي ما انتي حابه، عايزه تحطي فلفل الوان برضو لو عندك حلو. انا صراحه كان عندي الفلفل الاخضر ده البارد ده، بقطعه كده مكعبات صغيره. يا دوبك شوحتهم كده مع الكبده 10 دقايق، وبعد كده فضيتهم. العشاء النهارده هو تقدري تقولوا تقيل مع خفيف، يعني عملت كبده وعملت طبق جبنه بالخضار حلو قوي، سلطه يعني، واللهم صل على النبي، وعملت فول بطماطم. كان اخويا لسه جاي من الشغل، قال لي كان عندي شويه مكرونه، قال لي سخنهم لي، بيحب المكرونه لما تكون كده مقرمشه، بحطها له في الفرن كده، بسخنها له وبحطها له في الفرن تحت الشوايه بتقرمش كده وشها. عملت ايه تاني؟ بس هو ده كان في عيني عشانه. المهم هروح بقى اعمل فول بطماطم، قطعت كده بصلايه مع شويه توم، ونزلت برضو بقرن فلفل كده، وهبتدي ان انا اشوحهم على النار. واول لما لونهم يتغير هنزل بالصلصه، بحط له الفول بطماطم ملح، شويه فلفل اسود، شويه خل، ما بكترش اكتر من كده. يا سلام بقى، او معلقه نص معلقه هريسه شطه، بحب الاكل يكون مشطشط شويه. يا سلام بقى لو عندك وحدتين كده صدق بتشوحيهم مع الفلفل والبصل في الاول خالص، بيبقى حلو قوي. هسيب بقى الطماطم دي تتسبك. الطماطم دي انا اللي عاملاها بطريقه حلوه جدا، وبتقعد معايا بالسنه في الفريزر. المهم بقى هعمل كده بالفول اللي هو المعلب ده، جبته. بحب اضرب الفول عشان الفول ده بيبقى ناشف شوية، بحب اضربه في الكبة. ولو تقدري تستخدمي الفول اللي هو العادي برضو، اللي هو بيتجاب من محلات الفول والفلافل. انا بس هنا هرسته كده شوية. عايزين ان شاء الله برضو كده في فيديو تاني ندمس فول بإذن الله. هنا بقى كده اول لما الصلصه اتسبكت نزلت بيها على نزلت بالفول على الصلصه، وهقلهم ديهم كده تقليبه، وهسيبهم بقى لغايه لما يعني هنشوف بقى ايه هنعمل ايه تاني. وحطيت في الاخر كده شويه بقدونس، بيبقى طعمه حلو قوي البقدونس. والبقدونس ده الفول ده زي ما بيعملوه في المحلات بتاعه المطاعم، لما بتشتري سندوتشات فول من بره وكده بيبقوا حاطين برضو فيها البقدونس. هنا بقى كان البوتاجاز الحمد لله الدنيا معايا زي الفل. بدأت بس ان انا امسح او اغسل البوتاجاز، العيون بس اللي انا استخدمتها كده، وبدأت برضو ان انا انشفها. ليه بقى؟ عشان انام كده وما يبقاش ورايا هم ان انا هقوم بكره بص المطبخ متبهدل، البوتاجاز مبهدل اول باول كده. بحب ان انا كل حاجه تبقى نظيفه. مسحت بقى البوتاجاز كله كده. دي صينيه المكرونه اللي انا كنت مطلعاها من التلاجة مستنيه اخويا بس لما يجي. هنا بقى روحت كده طلعت كده الغسيل من الغسالة، وبدأت ان انا احط دورة تانية برضو هشغلها، وهسيبها منقوع لغاية الصبح ان شاء الله. الغسيل ده هنشره الصبح، قلت لا اسيب الغسيل في الغسالة في البلكونة ينشف كمان شوية. المهم هنا بقى كان النور راح واخويا كان جه، دخلت بقى كده حضرت فتحت علبتين جبنة، وبدأت ان انا اعمل زي طبق سلطة كده كبير، وهنزل على الجبنة عليه، هقلبه كويس كده، وهحط له كمان معلقه كده هريسه شطه، بيبقى بقى بص مشطشط وحلو جدا. بشرت الاول كده الجزر، وقطعت فلفل وطماطميتين كده ناشفين. تقدري تحطي اي حاجه انتي حباها، ممكن فلفل الوان، ممكن خيار. بجد بيبقى طبق حلو جدا، بجد روعة. تقدري كمان تعمليه بأي جبنة. تقدري بقى تحطي كمان لو عايزة تحطي عليه زعتر، زيت زيتون برضو بيبقى حلو قوي.
يعني هو الطبق ده ممكن كفيل عن كل الاكل. انا ما عدتش اكلت الا من الاكل ده. تحطي عليه معلقه زيتون كمان بيبقى حلو قوي، بس انا للاسف ما عنديش زيت زيتون. صراحة ما رضيتش احط من الزيت بتاعنا العادي ده عشان برضو ايه ما تبقاش تقيلة كده بالليل. المهم بقى هبتدي ان انا افضي كده علب الجبنة عليه وهقلبهم كويس كده بالشوكة، وبرضو بيبقى حلو قوي زي ما قلت لكم. اللي توصل بقى معايا لغاية هنا ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وما تنسيش بقى كل اللي يدخل الفيديو يتفرج عليه ما تنسيش تدوسي لايك. ها، بشوفكوا يا اللي ما بتدوسيش ليه؟ المهم هنا كنت مولعة بقى كده على كمان المكرونة، كنت بسخن الفول وسخنت الكبدة تاني. صراحة حكاية الفول دي، يعني ابن خالي الصغير واقف اهو جنبي ومولع لي كمان كشاف تليفونه. بجد حكاية النور دي حاجة بقت خلاص الواحد اتخنق. وبعدين بقى ايه عندنا احنا بيقطع من الساعة 9 لغاية الساعة 11، يعني عز ما الواحد بيبقى مثلا عايز يحضر عشاء. الحمد لله. هنا بقى كده حضرنا العشاء بتاعنا وسخنا العيش وقطعته بالشكل ده وغرفت بقى، وده كان شكل الاكل كده. يا رب الفيديو يعجبكم واشوفكم في فيديو جديد. استودعكم الله، مع